السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ايه فوائد القرفه للاسنان يا دكتور. فوائد القرفه من الحاجات اللي ليها ريحه فواحه، عايز اقول لك نفاذه، وناس كتير بتحبها. حتى في ناس بتستخدمها في الاكل، وناس بتستخدمها في المشاريب، بتشربها بالسمسم والكلام ده. فبقول لك فوائدها ان هي بتعمل ايه؟ بتعالج التهابات اللثه، بتحمي الاسنان من التسوس، بتقضي على الميكروبات الموجودة في البق والفطريات اللي هي بتسبب ممكن رائحة فم كريهة أو تسوس. برضو عايز أقول لك إن القرفة فيها بعض المعادن وبعض القيم الغذائية. معادن زي إيه؟ بوتاسيوم، فوسفور، كالسيوم، فيها زنك، برضو فيها فيتامين بي 6، فيها فيتامين اي، فيها فيتامين اي. الحاجات دي كلها طبعا مفيدة جدا للجسم. بس فهتحاول دايما انك انت تستخدم القرفة. حاول في نظامك الغذائي حتى لو هتشربها كمشروب يعني او كده، لان من الحاجات يعتبر الجميلة اللي ليها قيم غذائية. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.